السلام عليكم. عملتي الفول ولا لسه؟ لو لسه ما عملتهوش فاستني اعملي بطريقتي عشان هتدعيلي عليه. هقولك على السر الخطير اللي يخليلك الفول بتاعك زي الزبده. تمام. وما تكسليش بقى، قومي اعمليه عشان في السحور تلاقيه. وقبل اي كلام زي ما متعودين هنصلي على خير الانام حبيب الرحمن ومسك الختام المصطفى عليه الصلاه والسلام. هعملهولك بطريقتين واي طريقه فيهم تعجبك اعمليه بيه، وهقولك على رايي في اخر الفيديو انهي احسن وانهي افضل. تمام. وزي ما انت شايفه كده في الفريزر برضو بتدي فرزيه. ولو عندك كده حد مسافر، بنتك في الجامعه، ابنك في الجامعه، اديله بقى هو ماشي زي ما انت. طبعا الفول قبلها بيوم هتجيبيه وتبتدي تنقيه وبعدين تغسليه كويس جدا وبعدين تبتدي في الحله تنقعيه. تمام. وتاني يوم كده بقى ايه، يلا اول ما تصحي من النوم كده هعمله الاول في القدره. تمام. القدره دي مش هتاخد اكتر من نص كيلو، فانا هنزل بنص كيلو. تمام. وهنزل عليها كمان بجزرايه مبشوره، جزره واحده كبيره مبشوره. تمام. وهنزل كمان بقرن فلفل اخضر. تمام كده. وهنزل كمان بعصير ليمونه كامله او ليمونتين زي ما انت حابه. ممكن كمان تقطعي كده ليمونه تانية شرايح كده، بس يكون ليمون اصفر مش اخضر. وتشيلي البذر منه وابتدي انزلي بيهم. تمام. وعلى بقى النار حطيهم، وعلى نار هاديه خالص زي الشمعه. حطيها. تمام. وابتدي بقى ايه، يعني بفويل كده ايه، قفليها او حتى بالغطا بتاعها كويس جدا، وتحطي حاجه تقيله كده فوقه عشان ما تتحركش من مكانها. ولو عندك كمان شياطه يبقى افضل، يا ريت. انا ما كانش عندي شياطه فالموضوع كان صعب شويه، يعني مش بتقف كويس على الحله. ودي الطريقه التانية معايا، ودي طريقه الحله بقى. زي ما انت شايفه كده حطيت بقى باقي الفول كله اللي هو كيلو ونص. تمام. انا بعمل كميه عشان بدي بنتي وهي ماشيه رايحه الجامعه. تمام. طبعا هحط برضو فول مدشوش اللي هو من غير القشر، بس مش دلوقتي، بعد ساعتين من التسويه. وهقول لك ليه دلوقتي. نزلت بقى باربع جزرات مبشورين، 4 طماطميات كبار مبشورين، دي طريقه مختلفه. تمام. ونزلت بايه، ليمونتين قطعتهم شرايح، شلت منهم البذر ونزلت برضو بيهم، وميه مغليه. تمام بالشكل ده. والسر الخطير اللي هو معايا هنا بقى، اللي هو معلقه كبيره من البيكنج باودر، هيخلي لك الفول زي الزبده. القشره مش هتبقى صلبه معاكي كده، لا هتبقى ناعمه جدا. تمام. بمجرد بس ما تهرسيها بالشوكه هتلاقي الفول معاكي تحفه. ده بقى معانا الفول القدرة ما شاء الله عليه زي الزبدة، شايفين شكله عامل ازاي؟ ده اللي هو بالعدس والكركم بس. تمام. والجزرايه المبشوره زي ما شفتوا كده، ما شاء الله عليه تحفه جدا. وكمان معلقه البيكنج باودر بتخليه تحفه. وده بقى فول الحله زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله عليه. وده بقى معايا فوق الفول بتاع الحله. وعايزه اقول لك ان انا يعني حبيت قوي فول الحله لسبب واحد بس، يعني الاثنين طعمهم تحفه جدا وحلو جدا. يعني اللي متاح عندك من المقادير دي اعمليه بيها. عندك شويه عدس فقومي اعمليهم، عندك شويه فول مدشوش بس. تمام. تمام. عايزه تعمليه بالطماطم اعمليه، اللي متاح عندك اعمليه. بس عايزه اقول لك الاثنين طعمهم تحفه جدا وقريبين من بعض جدا، مفيش اختلاف. ولكن هو في الحله مش هتحتاجي ابدا انك تزودي ميه، يعني هتحطي الميه بقى مره واحده بس وتسيبيه براحتك وتنسيه. يعني هو بس تقليبه كده بس تتاكدي ان انت الدنيا ماشيه معاكي تمام وخلاص. في نص المده. تمام كده. شايفين بقى بيتهرس بسهوله جدا ازاي؟ يعني بيبقى بجد زبده، هيعجبك جدا جدا. انا هنا بحضره، حطيته كده هرسته بس يا دوبك بس بالهراسه بتاعه البطاطس دي. تمام. وشويه زيت، شويه كمون، وعصير ليمونه ولا حاجه. نسيت اقولك ان فول القدره اللي هو بالعدس بس والقرن الفلفل الاخضر والجزرايه المبشوره وكمان معلقه كبيره من الكركم. ده الطريقه الاولى بتاعت القدره. انما الفول التاني اللي عملناه في الحله كان بالطماطم. واللايك وشير بقى اوعي تنسيه. اعتقد استاهل كام من 10؟ قوليلي في الكومنتات. مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد.